هلا والله حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. وهاليوم ما تعرفون زواج منو؟ زواج حمزه الغالي. وعندي هذا راح اسوي جزء اول وراح اسوي جزء ثاني للزفه مال حمزه، بس بشرط اريد يكون هذا الفيديو يصعد ماشي عيوني. وهاي اول حركه سوينا البصل، بس شنو ما اقول لكم، عيوني دمعت قمت ابكي. وهنا أنا شوف صمد بعد ما يقدر يفتح عيونه. هنا الولد هنا يقطع بصل وهو مكانه عيونه ترسل دمع. وهنا شوف الاطفال، والله انقهرت عليهم من كل قلبي. شوف هذا الولد خطيه، ربي يساعدكم حبيب قلبي. وهنا جبنا اللحم الهبر وخليناه بالجدريه. بس شنو ما احكي لكم الطبخ الا شيء يخبل. وهنا جبنا البصل، وهنا باسط قاعد والعريس، شوف العريس شلون حتى بعرسه جاي يشتغل. وهنا احمد ابراهيم جاي يغسل البصل، احمد ابراهيم خطيه كان مريض، العافيه عندك حياتي. وهنا جبنا الزيت وخليناه بالجدريه مثل ما تعرفون. هنا الزيت، وهنا راح نجيب البصل ونخليه بالزيت لحد ما ينقلي. وهنا جبنا المعجون، معجون للتونسه، نفرغ 4 قواطي من المعجون. وهنا غسلنا الطماطة، بس شنو طماطة الشهي بس دحق عليها باسط. هنا قام يغسل البطاطا، واحمد ابراهيم قال له هسه انا وياك نعاونك، والله ما خليت قصر حبايب قلبي. وهنا خلينا المعجون فوق البصل حتى البصل يتحمص. وهنا راح ينخلط خلطة واحدة. وهنا قمت اخلط بالبصل والمعجون، بس شنو ما احكي لكم يخبل الاكل. وهنا راح اكمل الخبط مال البصل والمعجون. شوفوا عيوني، شوف المنظر يشهي. وهنا خلينا المي والمعجون، خلينا القبغ مال الجدر. وهنا جاء حمزه قال الا اريد اذوق. تعرفون حمزه نفسه دنيا على هاي الشغله، ما يقدر اذا ما يذوق الا شيء. وهنا شوف راح ينطي لاحمد ابراهيم يرجع يخليه بحلقه. وربي يحفظك.